غالبا الإنسان يجد السعادة وين؟ يقرأ السعادة في عيني أولاده. وحقك إذا الأب يرجع إلى بيته، وخصوصا إذا الأولاد أناث يعني بنات، إذا رجع إلى بيته وشاف هاي البنت اكو سعادة بعينيها، منتظرة مثلا أبوها يتفقدها، يرعاها، يوجهها. كذلك الولد ينتظر أبوه يعطف عليه، يهدي له الكلمة الطيبة، الموقف الصحيح. ما في شك هذا غذاء روحي بالإضافة إلى الغذاء المادي. وخصوصا والإسلام يأمر أن لا يعود الإنسان إلى بيته خالي اليد، لا ترجع خالي اليد. فشيء بسيط ولو بيدك اشتريه فرح به أطفالك، حتى تدخل إلى البيت تدخل على البيت أجواء السرور، لأن هيك بيت تنزل عليه الرحمة.